ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بعلبة الدواء دي هعمل لكم النهارده فكرة جميلة قوي. اول حاجة هشيل طبعا الورقة اللي عليها دي، ولو طلعت صعبة كده زي ما حصل معايا نضفتها بمية سخنة وبقت عادي خالص، ما اتشالت كلها. وبعد كده بألوان، اي الوان موجودة عندنا، وممكن سبراي، بس انا كان عندي الالوان الاكريليك دي فاستعملتها. خدت اللون الاحمر ده وهبدأ اغطي بيه العلبة كلها، بس في الاول طبعا هشيل القطعة البلاستيك دي اللي هي بتمسك الغطا لان ملهاش لازمه معايا. هبدا بقى بالسفنجه كده وهغطي الازازه بتاعت الدواء بالكامل. ممكن كمان نعملها بالفرشه، بس السفنجه بيكون ليها تأثير احلى وبتخليها يعني زي، يعني مش بتبقى ناعمه خالص زي الفرشه، لا بتخليها فيها تدريجه كده شويه. هبدا اغطيها كلها بنفس الطريقه. القناة عليها أفكار كتيرة جدا، وكلها من إعادة التدوير، وتعتبر كلها بدون أي تكاليف، ولو في تكلفة بتكون بسيطة خالص. وممكن طبعا نستبدل أي حاجة مش متاحة عندنا باللي متاح، مفيش مشكلة خالص. فلو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا أي فكرة جديدة أنا بعملها. وما ننساش اللايك والشير والكومنت الجميل، وطبعا بيبقى رأيكم يهمني جدا. هنا أنا هستنى بقى لما اللون ينشف، وبعد كده بظهر عصاية الشيش هبدأ اعمل نقط بيضة كده زي ما انتوا شايفين. هحاول اظبطها بحيث ان هي تطلع في الاخر 4 نقط جنب بعض بالشكل ده. هكمل الازازة كلها بنفس الطريقة. النهاية هتعجبكم جدا بإذن الله، ومش هتتوقعوا ابدا ان دي كانت ازازة دواء في الاساس. فياريت تشوفوا الفيديو للاخر عشان تقولوا لي رأيكم. هنا انا هكمل الجزء اللي باقي ده، وبعد كده هستخدم لون تاني. هنشوف دلوقتي 4 نقط كده. الفكرة سهلة خالص وبسيطة، واي حد هيقدر يعملها بمنتهى السهولة. بعد كده اخترت اللون الاصفر، وهعمل بيه نقطة في النص في كل دايرة. في النص في كل دايرة هعمل نقطة واحدة بس من اللون الاصفر ده، عشان تبان عندي كأنها وردة زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. وممكن نستبدل عصاية الشيش بالفرشة، بس انا حبيت اعمل قدامكم كده بالعصاية بتاعة الشيش علشان طبعا مش كلنا هيكون عندنا فرشة تلوين. كده تمام. هكمل كله بقى بنفس الطريقة. اي 4 نقط هحط في النص فيهم نقطة واحدة بس باللون الاصفر ده. وطبعا اختيار الالوان على حسب ما احنا عاوزين، كل واحد طبعا على حسب الالوان اللي هو بيحبها. ده بقى شكلها. وبعد كده كان عندي الخيط ده بيتباع بالمتر في محلات الخردوات وفي المكتبات الكبيرة برضو. هبدأ اغطي بيه غطا الجزء بتاع غطا الازازة بالشكل ده. لو مش متاح عندي ممكن استعمل خيط الخيش عادي خالص. يعني الحاجة اللي مش متاحة عندي ما وقفش عليها الفكرة. كده تمام. وهبدأ بنفس الخيط برضو. بعد كده هشيل بس الجزء اللي انا مش محتاجاه خلاص، وطبعا مش هرميه. الجزء اللي باقي بحتاجه في اي فيديو تاني واي فكرة تانية انا بعملها لكم. وبعد كده هبدأ اعمل فيونكة بالطريقة دي. هتني جزء وارجع اتني الجزء التاني واثبتها بعد كده في الازازة بمسدس الشمع. وبعد كده كان عندي اللولي الصغير ده، كان عقد وانا استخدمت منه اللولي بتاعه. هبدأ اثبت واحدة بس كده عشان يكمل الشكل. ايه رأيكم؟ مستنية طبعا رأيكم في الكومنتات. وما ننساش بقى لو في فكرة انتوا عايزينها ومش لاقيينها عندي في القناة اكتبولي وانا هعمل لكم فيديو مخصوص بيها. انا استخدمت علبة الدواء دي في الاخر زي ما انتوا شايفين كده زي فازة.
ممكن استخدم فيها الورد الصناعي العادي ده، وده انا كنت عاملاه قبل كده في فيديو بقشر الفستق. ايه رأيكم؟ قولولي انهي شكل احلى، ومستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.